موضوع الاستثمار وفين نشتري وايه نشتري، والسؤال الذي قتل بحثا من كل الجماهير. بص يا سيدي، اول فرصه تحط فيها استثماراتك الفيلل والتاون هاوسز. ليه؟ لان العرض والطلب، الطلب زياده جدا على التاون هاوسز والفيلل، والمعروض قليل جدا. المشاريع اللي بيكون فيها خطه دفع سهله، المشاريع اللي بتكون فيها لوكيشنز حلوه، لازم تشتري فيها، لازم تستثمر فيها. يعني هقول لك مثال، في مشاريع دلوقتي في الماركت خطة الدفع بتاعتها 30-70، 30 أثناء الإنشاء و70 عند الاستلام. 30% بيتحطوا في الاسكرو اكونت، ولما اليونت بتكون جاهزة بتدفع ال 70%، يا اما بتدفعهم كاش يا اما بتجيبهم عن طريق البنك. الفرص اللي زي دي انا بضمن لك ان انت تعمل منها 100% ارباح. يعني مفيش يونت ما بتعملش ابريشيشن اقل من 50% من ثمنها. معظم المشاريع، مش معظم المشاريع، كل المشاريع، مفيش مشروع فيلا وتاون هاوسز في دبي ما عملش ابريشيشن 100%. فانا بقول لك الورست كيس سيناريو ان انت هتعمل 50% من ثمن اليونت، which is اكتر من 100% من الفلوس اللي انت حطيتها استثمار في المشروع، في اليونت بتاعتك. لو عاوز فرصه زي دي، لو مستني فرصه زي دي، انا عندي فرصه زي دي، كلمني او حط رقم تليفونك او سيب رقم تليفونك واحنا هنتواصل معاك. مع السلامه.